طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي اخوانا. نبدأ كده في محاضرة الإنزيمات. قالك الإنزيمات دي عبارة عن بيولوجيكال كاتاليز، يعني عبارة عن محفزات بيولوجية أو محفزات حيوية بتنتج بواسطة بروديوس باي ليفينج تيشو، يعني الأنسجة الحية. تاني نقطة بيقولك إن كل الإنزيمات عبارة عن بروتينات، عبارة عن بروتينز اكسبت ما عدا مين؟ الريبوزومر ار ان ايه. قالك ان هي كمان accelerate specific chemicals reaction، يعني هي بتعمل على تسريع او تعجيل التفاعلات الكيميائية without بدون ما يحصل لها consumed in the process، بدون ما يحصل لها استهلاك. consumed دي او consumption معناها استهلاك، يعني هي بتعمل على تسريع التفاعل الكيميائي بدون ما تستهلك في التفاعل ده، او بدون ما يحصل لها consumption، زي ما بتدخل زي ما بتخرج. يبقى تاني الانزيمات عبارة عن بيولوجيكال كاتاليز، عبارة عن محفزات بتنتج بواسطة الليفنج تيشو، كلها عبارة عن بروتينات ما عدا الار ان ايه. بتعمل على اكسلريت سبيسيفيك كيميكالز رياكشن، بتعمل على اكسلريت الرياكشن، تعجيل وتسريع التفاعل الكيميائي وزاوت بدون ما يحصل لها consumed in process، بدون ما يحصل لها استهلاك في التفاعل. طيب بيقول لك بقى من وظائف او من خصائص الانزيمات كل مما ياتي ما عدا. قال لك ان هي كلها بروتين، صح، احنا قلنا كلها بروتين اكسبت ما عدا الريبوزومال ار ان ايه. برودكشن باي ليفنج تيشو، احنا قلنا صح ان هي بتنتج بواسطه الانسجه الحيه. اكسلريت بتعمل على تعجيل او تسريع السبيسيفيك رياكشن التفاعلات. بيقول لي ان هي consumption during اثناء التفاعل، واحنا قلنا ان هي بيحصل لها اكسلريت او بتعمل اكسلريت للرياكشن للتفاعلات بدون وزاوت ما يحصل لها consumption اثناء التفاعل. هنا بيقول ان هو بيحصل لها consumption، يعني بيحصل لها استهلاك. لا، احنا قلنا لا، ان هي مش بيحصل لها استهلاك، احنا قلنا زي ما بتدخل زي ما بتخرج، مش بيحصل لها اي consumption اثناء التفاعل. طيب هنتكلم بعد كده على تقسيمة الانزيمات. قالك بقسمهم لستة كلاسز، اللي هما اوكسيدو ريدكتيز، ترانسفيريز، هيدروليز، لايز، ايزوميريز، ولايجيز. ينفع سؤال مقالي يقول لك مثلا ايه الكلاسيفيكيشن بتاعت الانزيمات، هتقول له الاوكسيدو ريدكتيز والترانسفيريز وهيدروليز وايزوميريز ولايز ولايجيز، يعني خلي اللايز واللايجيز دول مع بعض. يبقى تاني يقول لك مثلا سؤال مقالي ايه الكلاسيفيكيشن بتاعت الانزيمات، هتقول له الاوكسيدو ريدكتيز وترانسفيريز وهيدروليز وايزوميريز ولايجيز ولايز. طيب الاوكسيدو ريدكتيز هي التفاعلات، بيقول لك ان هي تفاعلات اكسده واختزال، اوكسيديشن ريدكشن رياكشن. يبقى الاوكسيدو ريدكتيز دي تفاعلات اكسده واختزال، تتضمن مين؟ ده المهم، الدي هيدروجينيز والريدكتيز والاوكسيديز والبيروكسيديز. هتحفظهم في كلمه دروب زي ما رجب، تحفظهم في كلمه دروب. يبقى الاوكسيدو ريدكتيز تحفظ ال الانكلود بتاعته، يعني او هو يتضمن مين، تقول له كلمه دروب اللي هي ايه؟ دي هيدروجينيز، الار ريدكتيز، الاو اوكسيديز، البي بيروكسيديز. وتعرف كمان ان المثال بتاع التفاعل ان اللاكتيت بيتحول لبيروفيت. يبقى انا قلت لك اللاكتيت بيتحول لبيروفيت في تفاعلات مين، هتقول لي الاوكسيدو ريدكتيز. يبقى تاني تعرف في الاوكسيدو ريدكتيز الحاجات اللي هو يتضمن عليها في كلمه دروب: دي هيدروجينيز، ريدكتيز، اوكسيديز، بيروكسيديز. وان اللاكتيت بيتحول لبيروفيت في الاوكسيدو ريدكتيز. طيب بيقول لي هنا من ضمن الاوكسيدو ريدكتيز مين؟ قلت لك الاوكسيدو ريدكتيز تجمعه في كلمه دروب: دي هيدروجينيز، الار ريدكتيز، الاو اوكسيديز، البي بيروكسيديز. فمن ضمن الموجود هنا في الاختيارات الاوكسيدو ريدكتيز من ضمنهم مين؟ الاوكسيدو ريدكتيز اللي هو حرف الاو. طب الاوكسيدو ريدكتيز يتضمن مين؟ كلمه دروب: دي هيدروجينيز، ريدكتيز، اوكسيديز، بيروكسيديز. موجود مين في الاختيارات؟ الريدكتيز. طيب الاوكسيدو ريدكتيز يتضمن مين؟ كلمه دروب، هتلاقي البي بيروكسيديز. الاوكسيدو ريدكتيز يتضمن مين؟ كلمه دروب. الدي هنا تتضمن من كلمه دي هيدروجينيز. وان اللاكتيت من ضمن برضو
الامثله ان اللاكتيت بيتحول لبيروفيت من ضمن التفاعلات مين في الستة الاكسيدو ريدكتيز. بعد كده بيقول لي من الترانسفيريز من اسمها كده هي تفاعلات او ده انزيم بيعمل على ان هو ترانسفير، بينقل جروب سواء كان جروب امينو او كربوكسيل او ميثايل او غيره من مولكيول للتاني، من جزيء للتاني. طب الامثله اللي عليه امينو ترانسفيريز من اسمها انت في النوع الانزيم بتاعك ترانسفيريز، يبقى الامثله بتاعته امينو ترانسفيريز وترانس امينيز وكاينيز جاي من كلمه كاينيتيك. كاينيتيك اللي هي مين؟ الحركه، مش كده، مش كاينيتيك انرجي اللي هي الطاقه الحركيه. فدي الكاينيز جاي من كلمه كاينيتيك، جاي من كلمه الحركه، جاي من كلمه نقل اللي هو الانزيم بتاعها ترانسفيريز وترانس كاربوكسيليز. يبقى كلهم يتضمنوا كده حاجه فيها ترانسفيريز. يبقى انا قلت لك الترانسفيريز يتضمن مين؟ هتقول لي امينو ترانسفيريز وترانس امينيز وكاينيز جاي من كلمه كاينيتيك اللي هي الحركه اللي هي النقل وترانس كاربوكسيليز. تعرف المثال اللي عليه او التفاعل يعني الانين ترانسفيريز، ده المثال بتاع الترانسفيريز من اسمها برضو الانين ترانسفيريز، فيها كلمه ترانسفيريز. يعني انت لو نسيت ان الالانين ده تبع ايه ترانسفيريز هتفكره ان هو تبع الترانس فيريز. بيقول لي الترانس فيريز يتضمن مين؟ احنا قلنا اي حاجه فيها كلمه ترانسفيريز، وكاينيز اللي هي جايه من كلمه كاينيتيك، هي جايه من كلمه حركه اللي جايه من كلمه نقل برضو اللي هي مين؟ ترانسفيريز. انما الاكسيدو الدي هيدروجينيز ده كان من كلمه دروب، كان من كلمه دروب اللي هو فيه الاكسيدو ريدكتيز. نفس الكلام ريدكتيز والاكسيديز جايه من كلمه دروب اللي هي تبع الاكسيدو ريدكتيز. طيب بيقول لي ترانسفيريز يتضمن مين؟ اي حاجه فيها ترانسفيريز او اي حاجه فيها ترانس اللي هي نقل، فهتلاقي ترانس كاربوكسيليز ده من ضمن الترانسفيريز. طيب الترانسفيريز يتضمن مين؟ ترانس امينيز، كلهم مشتقين حتى من كلمه ترانس اللي هي نقل او اللي هي حركه اللي احنا قلنا عليها اللي هي ايه؟ الكاينيز. فترانسفيريز يتضمن مين في الاختيار ده؟ يتضمن الترانس امينيز. طيب قلنا هنا ان الله أكبر. طب رجاله هنروح نصلي كده ونكمل. وبمناسبة الصلاة فأنا هسيب لك فيديو حلو جدا من قناة وعي بيتكلم على الصلاة، سيبهولك تحت في الديسكريبشن أو في أول تعليق. طيب بيقول لك اللاكتيت من ضمن مين في الإنزيمات؟ قلنا اللاكتيت لما يتحول لبيروفيت ده من ضمن الأكسيدو ريدكتيز. الأكسيدو ريدكتيز هتعرف فيهم تقريبا كده 4 حاجات. أول حاجة تعرف إن هي كلمة مجمعة في كلمة دروب اللي هما دي هيدروجينيز ريدكتيز اكسيدو ريدكتيز وبيروكسيديز. وتعرف ان اللاكتيت لما يتحول لبيروفيت ده من ضمن الاكسيدو ريدكتيز. الالانين ترانسفيريز حل نفسها. الالانين طالما لقيت كلمه ترانسفيريز او اي حاجه ليها علاقه بالترانسفيريز هتلاقي مثلا ترانس امينيز، ترانس كاربوكسيليز، كاينيز اللي هي جايه من كلمه كاينيتيك اللي هي الحركة أو النقل، فده كان من ضمن برضو الترانسفيريز. فالانين ترانسفيريز من ضمن مين في الإنزيمات؟ من ضمن الترانسفيريز. يبقى احنا مخدناش غير حاجتين بس في أنواع الإنزيمات، الأكسيدو ريدكتيز جمعناهم في كلمة دروب، دي هيدروجينيز ريدكتيز أكسيديز بيروكسيديز. وإن اللاكتيت لما يتحول لبيروفيت ده مثال من ضمن إنزيمات مين؟ الأكسيدو ريدكتيز. طيب الترانسفيريز قلنا اي حاجه فيها ترانسفيريز، امينو ترانسفيريز، ترانس امينيز، كاينيز اللي جايه من كلمه كاينيتيك اللي هي النقل او الحركه، وترانس كاربوكسيليز. المثال اللي عليه ان الالانين لما يتحول لبيروفيت وجليتاميت مالكش دعوه بيها، ان تعرف بس ان الالانين ده مثال من ضمن امثله مين؟ الترانسفيريز، الانين ترانسفيريز. طيب الهيدروليز اي حاجه فيها هيدروليز او اي حاجه فيها هيدروجين يعني يعتبر بضيف فيه ميه او بكسر باستخدام الميه، يعني في ميه في الحوار. فبيقول ان الهيدروليز ده عباره عن كليفيج، يعني كسر الرابطه اللي ما بين السي والاو او السي والان او السي والسي باستخدام اديشن اضافه ووتر ميه.
يبقى مثلا يقول لك ايه نوع الانزيم اللي انا بستخدم فيه كليفيج يعني كسر باستخدام الميه، اديشن للميه، هتقول له الهيدروليز. امثله الانزيمات اللي بتدخل تحت تصنيف الهيدروليز الفوسفاتيز وكل الانزيمات الهاضمه، كل الدايجستيف انزيم، كل الانزيمات الهاضمه اللي هم الاميليز والبيبسين والتريبسين والكيمو تريبسين. يبقى تاني الهيدروليز بيقول ان هو كسر باستخدام الميه. الامثله اللي عليه الفوسفاتيز وكل الانزيمات الهاضمه all digestive enzyme like مين؟ الاميليز والبيبسين والتريبسين والكيموتريبسين. جلوكوز 6 فوسفاتيز ده المثال اللي عليه، جلوكوز 6 فوسفاتيز من ضمن الهيدروليز. واحنا قلت ان من ضمن الانزيمات اللي هي تحت تصنيف الهيدروليز الفوسفاتيز. يبقى انت لما تشوف جلوكوز 6 فوسفاتيز او كلمه فوسفاتيز لوحديها تعرف ان دي من ضمن تصنيف الهيدروليز وكل الانزيمات الهاضمه اللي هم اميليز بيبسين تريبسين كيموتريبسين. تمام. بيقول لي الجلوكوز 6 فوسفاتيز، قلنا فوسفاتيز ده من ضمن تصنيف تحت تصنيف مين؟ الهيدروليز. قلنا الهيدروليز ده عبارة عن كليفيج كسر باستخدام ايه؟ اديشن، ان انا بضيف ووتر ميه. طيب الامثله اللي عليه الجلوكوز 6 فوسفاتيز او كلمه بس فوسفاتيز وكل all digestive كل digestive enzyme. هنا في ايه تقريبا؟ يبقى كل digestive enzyme اللي هي مثلا الاميليز التريبسين والبيبسين والكيموتريبسين ده كل تصنيف، ده من ضمن تصنيف او تحت تصنيف الهيدروليز. طيب بيقول لي الكيموتريبسين، قلت لك الكيموتريبسين ده من ضمن الدايجستيف انزيم اللي هي الانزيمات الهاضمه اللي بتخضع تحت تصنيف مين؟ الهيدروليز. طيب الالفا اميليز، الاميليز ده من ضمن الانزيمات الهاضمه اللي هو تحت تصنيف مين؟ الهيدروليز اللي هو كسر باستخدام الميه. البيبسين والتريبسين والكيموتريبسين كل ده من ضمن الدايجستيف انزيم اللي تحت تصنيف الهيدروليز. لسه ده. يبقى تاني كده بسرعه، خدنا 3 لحد دلوقتي. الانزيمات الاكسيدو ريدكتيز يتضمن كلمه دروب، تمام. الدي دي هيدروجينيز، الار ريدكتيز، الاو اكسيدو ريدكتيز، البي بيروكسيديز. اللاكتيت لما يتحول لبيروفيت من ضمن الهيدروليز الاكسيدو ريدكتيز. طيب الترانسفيريز قال لك هو عباره عن نقل جروب امينو او كربوكسيل من مولكيول للتاني، من جزيء للتاني، من اسم ترانسفيريز يبقى انا بعمل كلمه نقل ترانسفير. طيب الامثله اللي عليه امينو ترانسفيريز وترانس امينيز وكاينيز اللي هي جاي من كلمه كاينيتيك حركه يعني نقل تحت مين؟ ترانسفيريز. وترانس كربوكسيليز المثال اللي عليه ان الالانين ترانسفيريز من ضمن الترانسفيريز. طيب الاكسيدو الهيدروليز، الهيدروليز قلت لك ان هو كليفيج كسر باستخدام الميه. الامثله اللي عليه الفوسفاتيز وكل دايجستيف انزيم اللي هما الاميليز البيبسين التريبسين الكيموتريبسين. وان الجلوكوز 6 فوسفات دي المعادله بتاعه الهيدروليز او ده المثال للمعادله بتاعه الهيدروليز. طيب اللايز قال لك ان انا بعمل كليفيج يعني كسر، بس كسر عشان اكون مركب يكون فيه دبل بوند. يبقى انا لو عملت كليفيج كسر باستخدام مثلا هيدروليسيس ولكن مش باستخدام الميه، باستخدام مثلا الاكسيديشن الاكسده او ايا يكن حاجه غير الميه، لان انا عملت اكسده، لان انا عملت سوري هيدروليسيس باستخدام الميه كان هيديني مين؟ هيدروليز فوق. لكن لو انا عملت هيدروليسيس يعني تحلل او كسر كليفيج باستخدام اي حاجه غير الميه زي مثال عليها مثلا هو مديك الاكسده هنا، فانا كده في اللايز. لكن دي ميزه اللايز ان هو بيديني مركب بعد الكسر، بيديني مركب يحتوي على دبل بوند، يعني مركب فيه رابطه دبل بوند. يبقى تاني لو هو مثلا قال لك ان في مركب عملت له كليفيج واداني مركب يحتوي على دبل بوند، ده من ضمن الكلاسيفيكيشن بتاعت الانزيمات مين هي؟ هتقول له اللايز. طب مثال المعادله اللي عليه كلمه الدوليز او الانزيم الالدوليز.
يبقى اللايز فيها كلمتين، ان لو اداك مركب قال لك ان انا لو عندي مركب عملت له هيدروليسيس باستخدام اي حاجه غير الميه، اداني مركب يحتوي على دبل بوند، مركب كده مثلا لو اكس واكس، ان ده مركب يحتوي على دبل بوند، المركب ده من ضمن امثله مين؟ هتقول له من ضمن امثله اللايز، والمثال بتاع الانزيم بتاع اللايز هو الالدوليز. تعرفها ازاي؟ كلمه الدوليز فيها حرف ال، واللايز في حرف ال، يبقى اللايز من ضمنه مين؟ الالدوليز. طيب الالدوليز تبع تصنيفة مين من الانزيمات؟ قلت لك الالدوليز في حرف ال يبقى تبع اللايز. طيب يبقى سريعا كده قلنا اللايز ده كسر ولكن مش باستخدام الميه، هيدروليسيس باستخدام مثلا اي حاجه غير الميه زي الاكسيديشن، زي الاكسده، ان انا احول مركب لمركب يعني يحتوي على دبل بوند. يبقى انت لو شفت ان في مركب اتحول لدبل بوند، ده هتقول لي ان تحت تصنيف مين؟ اللايز. المثال اللي عليه الالدوليز. طيب قلنا الهيدروليز ده كسر كليفيج باستخدام الميه، الامثله اللي عليه الفوسفاتيز وكل الانزيمات الهاضمه اللي هي اميليز، بيبسين، تريبسين، كيموتريبسين. المثال المعادله اللي عليه جلوكوز 6 فوسفاتيز، قلنا فوسفاتيز ده من ضمن تصنيف مين؟ الهيدروليز، اهو الفوسفاتيز من ضمن تصنيف الهيدروليز. طيب الترانسفيريز ان انا بعمل ترانسفير لجروب لموليكيول تاني، ان انا بعمل يعني نقل من نقل جروب زي الامينو او الكربوكسيل او الميثايل لجزيء تاني، من ضمن مين الامثله بتاعته؟ ترانس امينو ترانسفيريز، وترانس امينيز، وكاينيز جاي من كلمه كاينيتيك اللي هي الحركه او النقل، وترانس كربوكسيليز. الامثله اللي عليه الانين ترانسفيريز. طيب الاكسيدو ريدكتيز كلمه دروب، دي هيدروجينيز، ريدكتيز، اوكسيديز، بيروكسيديز. المثال المعادله اللي عليه ان اللاكتيت لما يتحول لبيروفيت ده من ضمن مين؟ الاكسيدو ريدكتيز. الايزوميريز قالك ان الايزوميريز ده عباره عن ايزوميريزس كاتاليز، يعني عباره عن محفزات ايزوميريه بتعمل ايه؟ انترا موليكولار ستراكشر ري ارينجمنت. يعني ايه؟ يعني هو بيعمل على اعاده بناء او اعاده تهيئه او مثلا اعاده تشكيل للمركب اللي قدامي. يبقى هو بيعمل انترا موليكولار ستراكشر ري ارينجمنت معناه تنظيم او معناه تشكيل. طب ري ارينجمنت يعني اعاده التشكيل او اعاده التشكيل لموليكيول لجزيء بسميها ايزوميريز. يعني مثلا عندك الجلوكوز لما يتحول لفركتوز، انت عملت ايه؟ المركب هو بس عملت اعاده تشكيل او اعاده تهيئه او اعاده بناء للمركب اللي هو الجلوكوز، خليته فركتوز. يبقى انت لما تعمل انترا موليكولار ستراكشر ري ارينجمنت ده تبع مين من الانزيمات؟ هتقول لي تبع الايزوميريز. عرفت منين ان انا بعمل اعاده تهيئه او اعاده تشكيل او اعاده بناء لمركب؟ ان انا كده بحوله من ايزوميرال للتاني، او بنقل ايزوميرال بخليه زي مثلا جلوكوز بحوله لفركتوز. الاتنين دول ايزوميرال لبعض، بعمل لهم ايه؟ انترا موليكولار ستراكشر ري ارينجمنت، بعمل اعاده بناء او اعاده تهيئه او اعاده تشكيل للمركب بحوله ليه ايزومير. طيب المثال اللي عليه جلوكوز 6 فوسفات ايزوميريز، جايه من اسمها الايزوميريز، لمحت كلمه ايزوميريز يبقى ده تبع تصنيف الايزوميريز. طيب لما يقول لك ان الجلوكوز 6 فوسفات ايزوميريز ده تبع تصنيف مين؟ لمحت انت كلمه ايزوميريز قلت لك ان هو ده تبع الايزوميريز، وان الجلوكوز 6 فوسفات ده بيتحول لفركتوز بعد كده، اللي هو الجلوكوز الايزومير بتاعه اللي هو الفركتوز. طيب يبقى الايزوميريز عرفت ان هو عباره عن محفزات بتعمل انترا موليكولار ستراكشر ري ارينجمنت، يعني اعاده تهيئه واعاده بناء واعاده تشكيل لمركب عشان يحوله من ايزوميرال للتاني. طيب المثال اللي عليه جلوكوز 6 فوسفات ايزوميريز، بيتحول الجلوكوز 6 فوسفات لفركتوز. الجلوكوز لما يتحول لفركتوز انت كده عملت ايه؟ انترا موليكولار ستراكشر ري ارينجمنت، عملت اعاده بناء للجلوكوز او اعاده تهيئه او اعاده تشكيل وحولته للفركتوز اللي هو الايزوميرال بتاع الجلوكوز. طيب عندك بعد كده اللايجيز.
او بسميه السنسيتيز. طيب ده بيعمل ايه؟ ده بيضيف 2 موليكيول على بعض باستخدام ال ATP. يبقى انت لما تشوف كلمة ATP او لما تعرف ان في مركب انت عملت له، او يعني مركب ضفت له 2 موليكيول، ضفت له جزيئين باستخدام ال ATP، يبقى انت كده تبع اللايجيز او السنسيتيز. المثال اللي عليه ان الجلايتاميت لما يتحول لجلايتامين ده تبع تصنيف مين؟ اللايجيز، باستخدام طبعا ايه؟ ال ATP. يبقى تاني اللايجيز ده او سنسيتيز انا اللي بعمله ان انا بعمل جويننج لاتنين مولكيول مع بعض باستخدام مين؟ تكسير ال ATP عشان التفاعل يتم. المثال المعدل اللي عليه ان جلايتاميت لما اضيف له ATP باستخدام انزيم جلايتامين سنسيتيز، وقلت لك سنسيتيز ده هو الاسم بتاع مين؟ بتاع اللايجيز، بيتحول ليه؟ جلايتامين. طيب جلايتامين سنسيتيز، قلنا السنسيتيز ده الاسم التاني بتاع اللايجيز، ده من ضمن تصنيف مين؟ هتقول من ضمن تصنيف اللايجيز، وان كلمة جلايتامين ده المثال للانزيم بتاع اللايجيز. يبقى تاني اللايجيز او السنسيتيز بعمل ايه؟ بضيف 2 موليكيول على بعض باستخدام تكسير ايه؟ ال ATP. انت لو شفت تكسير ال ATP على طول يبقى انت ترجمت ان ده اللايجيز او السنسيتيز. المثال اللي عليه جلايتامين سنسيتيز، يبقى الجلايتامين ده اخر واحد خدناه في تصنيف الانزيمات اللي هو تبع مين؟ اللايجيز، جلايتامين سنسيتيز. وان انا بعمل ايه؟ بضيف 2 موليكيول على بعض باستخدام ال ATP. طيب بعد كده عندي الايزوميريز، ان انا بعمل ايه؟ انتراموليكولار ستراكشر ريارينجمنت، يعني اعاده تهيئه او اعاده تشكيل. ليه؟ عشان هنحول من ايزوميرر للتاني، زي الجلوكوز لما يتحول لفركتوز. المثال اللي عليه جلوكوز 6 فوسفات ايزوميريز. طيب في امثله تانية اللي هي الابيميريز والايزوميريز والميوتيز، دول تصنيفات برضو او امثله تبع مين؟ الايزوميريز. يبقى الايزوميريز فيه حاجتين، ان انا بعمل انتراموليكولار ستراكشر ريارينجمنت، اعاده تهيئه او اعاده تشكيل، عشان احول من مولكيول للتاني، احول ليه ايزوميرال للتاني. الامثله اللي عليه الابيميريز والايزوميريز والميوتيز. المثال اللي عليه جلوكوز 6 فوسفات ايزوميريز. تمام. اللايز بعمل كليفيج كسر، ولكن مش باستخدام الميه، باستخدام اي حاجه تاني، وان انا احول من مولكيول لمولكيول تاني. المولكيول التاني ده، الجزيء التاني ده بيحتوي على دبل بوند. يبقى انت لو شفت ان في مركب اتحول لدبل بوند تترجم ان هو تبع اللايز. مثال على اللايز الالدوليز، عرفت منين؟ الالدوليز في حرف ال واللايز في حرف ال، يبقى الالدوليز تبع اللايز. وان انا احول مولكيول للتاني في دبل بوند يبقى انت تبع مين؟ اللايز. طيب الهيدروليز، ان انا بكسر مولكيول، اعمل كليفيج كسر لمولكيول باستخدام الميه. الامثله اللي عليه فوسفاتيز وكل الانزيمات الهاضمه، الاميليز، البيبسين، التريبسين، الكيمو تريبسين. المثال اللي عليه جلوكوز 6 فوسفاتيز، قلت لك الفوسفاتيز اهي، يبقى الفوسفاتيز تبع مين؟ الهيدروليز. طيب الترانسفيريز جاي من كلمه ترانسفير او كلمه نقل، يعني ان انا بعمل ترانسفير، نقل جروب، مجموعه جروب لانذر مولكيول، لجزيء تاني. الامثله اللي عليه امينو ترانسفيريز جاي من كلمه برضو ترانسفيريز اللي هي مشتقه من اسمه، وترانس امينيز وكاينيز جاي من كلمه كاينيتيك اللي هي النقل او الحركه تبع ترانسفيريز، وترانس كاربوكسيليز. المثال اللي عليه الانين ترانسفيريز، اعرف ان الالانين ترانسفيريز على بعضها، يعني اعرف المركب ده على بعضه الانين ترانسفيريز، فترجم ان الالانين ترانسفيريز تبع الترانسفيريز. الاكسيدو ريدكتيز كلمه دروب، ديهيدروجينيز، ريدكتيز، اوكسيديز، بيروكسيديز. المثال اللي عليه ان اللاكتيت لما يتحول لبيروفيت ده تبع الاكسيدو ريدكتيز. طيب الجدول ده والفرق ما بينهم، قرب كده شويه. ماشي. بيقول لي السنسيتيز والسينسيز. قال لك السنسيتيز قلنا ده الاسم التاني بتاع مين؟ بتاع اللايجيز. مش قلنا اللايجيز ده الاسم التاني ليه السنسيتيز، وان ده بريكواير ATP،
ان انا بكسر مولكيول باستخدام الاي تي بي، يبقى ده تبع مين؟ اللايجيز. يبقى انت لما يقول لك ان في انزيم بيتطلب ريكواير اي تي بي، تقول ان هو سينسيتيز. تعرفها ازاي؟ برضو ان السينسيتيز في حرف التي اللي هو التاني، التي التانية دي هي الاي تي بي، انما السينسيز مفهوش غير تي واحدة. لكن السينسيتيز في 2 تي، التي بتاعت التي اتش والتي التانية اللي هي بعد الاي، انما ده في تي واحدة. فاللي فيه 2 تي في اي تي بي، انما اللي فيه تي واحدة دونت ريكواير اي تي بي، مفهوش مش يتطلب، مش بيعوز اي تي بي. يبقى تاني اللي فيه 2 تي يتطلب اي تي بي، لكن اللي فيه تي واحدة يبقى ده دونت ريكواير الاي تي بي. طيب الفوسفاتيز والفوسفولايز. الفوسفاتيز ده كان من ضمن مين؟ الهيدروليز. الهيدروليز اللي هو كسر باستخدام مين؟ الميه. فده يوز باستخدام الميه عشان يكسر مجموعه فوسفات جروب، انما الفوسفولايز ده بيكون او بيخلق، بيعمل تخليق، جنريت او تكوين لفوسفات، فوسفوليتد برودكت، يعني مركب يحتوي على فوسفات. تاني هما الاتنين عكس بعض تماما. الفوسفاتيز ده بيكسر مولكيول او بيكسر او بيزيل الفوسفات جروب باستخدام الميه، انما الفوسفولايز ده بيكون، بيعمل جنريت، بيعمل تخليق لمركب بيحتوي على فوسفوليتد جروب. طيب الاكسيديز والاكسيجينيز. الاكسيديز ده كان من ضمن مين فوق؟ الاكسيدو ريدكتيز، كلمه دروب الاو دي كانت من ضمن مين؟ الاكسيدو ريدكتيز. قال لك ان الاكسجين از اكسبتور، يعني هو زي المستقبل، وان الاكسجين ذره الاكسجين مش موجوده في السبستريت دي، مش موجوده في الماده الفعاله. يبقى الاكسيديز not incorporated into substrate، انما الاكسجينيز ده موجود are incorporated، انما النوت incorporated ده مين؟ الاكسيديز. طيب بص تعرفها ازاي؟ الاكسجينيز دي حتى فيها كلمة جي اللي هي الاكسجينيز، اللي هي جينيسيس اللي هي جاية من كلمة تخليق. فده المركب الاكسجين، ذرة الاكسجين بتبقى موجودة ار انكوربورتد، موجودة. لكن الاكسيديز لا، نوت انكوربورتد، مش موجودة، ذرة الاكسجين هنا مش موجودة. يبقى الاكسجينيز جاء من كلمة جينيز اللي هي التخليق، فالاتوم بتاعة الاكسجين مالها؟ انكوربورتد، موجودة ار انكوربورتد، انما الاكسيديز نوت انكوربورتد، مش موجودة في المركب، مش موجودة في السبستريت، في المادة الفعالة. يبقى تاني السنسيتيز فيها حرف التي، فده يتطلب ايه؟ اي تي بي، وده الاسم التاني بتاع اللايجيز. انما السينسيز ده نوت ريكواير اي تي بي. الفوسفاتيز ان انا بكسر او بزيل الفوسفات جروب، بزيل مجموعة الفوسفات. لكن الفوسفولايز بخلق، بعمل جنريت لمجموعة الفوسفات او مركب يكون فيه مجموعة الفوسفات. الاكسجينيز المركب ده بيحتوي على ار انكوربورتد لذرة الاكسجين، انما الاكسيديز لا، ار نوت انكوربورتد، مش يتطلب او مش موجود فيه اكسجين. طيب بيقول لي الانزيم اللي يتطلب ميه ان انا ازيل مجموعة الفوسفات، يبقى ده فوسفاتيز. انما الفوسفولايز ده انا بعمل جنريت، تخليق لمركب بيحتوي على مجموعة الفوسفات. لكن الفوسفاتيز اللي هو كان من ضمن مين؟ الهيدروليز، التكسير باستخدام الميه، في ان انا ازيل مجموعة فوسفات، ده مين؟ ده الفوسفاتيز. انما خلق مركب يحتوي على مجموعة الفوسفات ده مين؟ الفوسفولايز. طيب بيقول لي انزيم ان اورجانيك فوسفاتيد بيعمل بريك داون للرابطة عشان يعمل ايه؟ تخليق لايه؟ لمركب يحتوي على فوسفات، فده مين؟ الفوسفولايز. انما الفوسفاتيز ده بيعمل ايه؟ ريموف، ازالة لمجموعة الفوسفات. طيب نفس الكلام بيقول لي انزيم بيعمل على تكسير مركب عشان يعمل ايه؟
جنريت يخلق مركب يحتوي على فوسفوليتد برودكت، فهتبقى مين؟ الفوسفولايز. انما الفوسفاتيز ده بيعمل ايه؟ ريموف، ازالة لمجموعة الفوسفات. طيب تمام. بيقول لي بعد كده الانزيم المسؤول على ان هو يعمل كسر للبوند اللي ما بين السي والسي، او ما بين السي والاو، او ما بين السي والان، باستخدام اي حاجة غير المية، عشان يديني مركب يحتوي على ايه؟ دبل بوند. يبقى ده اللايز. انت قلت لك ان اللايز ده عبارة عن انزيم بيكسر، بس مش باستخدام المية. يكسر ليه؟ عشان يكون مركب بيحتوي على دبل بوند. انما الهيدروليز دي ان انا بكسر مركب باستخدام المية. طيب الانزيم اللي بيعمل انترا موليكولار ستراكشر ري ارينجمنت، اعاده تهيئه او اعاده تشكيل او اعاده بناء، ان انا احول ايزوميرال للتاني، فده من ضمن مين؟ الايزوميريز. طب الايزوميريز لا يتضمن مين؟ الابيميريز، هو يتضمن الابيميريز والايزوميريز والميوتيز. انما الدي هيدروجينيز كانت من كلمه دروب، اللي هي تبع الاكسيدو ريدكتيز اللي هي كانت في الاول. طيب الانزيم اللي بيعمل ده محفز عشان الاتنين مولكيول مع بعض باستخدام مين؟ الاي تي بي. يبقى انت ترجمت ان هو اللايجيز او السينسيتيز في تي هنا وفي تي هنا. قلنا لما 2 تي يبقى ده تبع مين؟ الاي تي بي. طب الانزيم اللي بيعمل ترانسفير، من كلمة ترانسفير فترجمت ان هو ترانسفيريز، ان هو بيعمل نقل. طيب نفس الكلام بيعمل ترانسفير، يبقى ترانسفير ليه كربوكسيل جروب من مولكيول للتاني، من جزيء للتاني، يبقى ده الترانسفيريز. الانزيم المحفز اللي بيعمل ترانسفير، نقل برضو من مولكيول للتاني، يبقى ده تبع مين؟ الترانسفيريز. طيب الانزيم ذات كاتاليز المحفز، لان هو يضيف 2 مولكيول على بعض باستخدام مين؟ الاي تي بي. يبقى انت ترجمت ان هو اللايجيز، لان اللايجيز ده محفز باستخدام مين؟ الاي تي بي، او الاسم التاني بيه السينسيتيز. طيب الانزيم اللي ذات كاتاليز الرياكشن، وان الاكسجين فيه بيبقى اكسبتور مستقبل، وان هو نوت انكوربورتد، يعني هو مش موجود، ذرة الاكسجين هنا مش موجودة، يبقى ده الاكسيديز. انما الاكسجينيز كان من كلمة جينيز اللي هو تخليق او موجود، فده ار انكوربورتد. لكن لو قال لي not incorporated يعني هو مش موجود، فده تبع مين؟ الاكسيديز. لكن الاكسجينيز are incorporated يعني هو موجود. هو المثال اللي تحته الانزيم اللي ذات كاتاليز رياكشن، ان هو الاكسجين ذرة الاكسجين هنا مالها incorporated. طالما incorporated موجودة يبقى دي اللي فيها الجي الاكسجينيز. لكن الاكسيديز هنا ذرة الاكسجين مالها are not incorporated. تمام. طيب طب بعد كده بيقول لي الخصائص، بعد الخصائص للانزيمات، ان هو بيكون اكتيف سايت، efficiency او specificity، وال هولو انزيم وابو انزيم، وان هو بيعمل regulation يعني بيعمل تنظيم، واللوكيشن within السيل. طيب نبدأ ب الاكتيف سايت. يعني بص الانزيم بيبقى بالشكل ده، بيبقى فيه من فوق الاكتيف سايت. الاكتيف سايت دي مالها؟ بتكون سبيشال. يعني ايه سبيشال؟ يعني هي خاصة، مش اي انزيم بيرتبط بالحتة دي، لان هي بتكون عبارة عن بوكيت، يعني زي جيب كده. الانزيم ده بيبقى حوالينه او فوقيه جيب، مش اي حاجة ترتبط معاه، لازم تكون حاجة ايه؟ بتكون حاجة خاصة او ملائمة للبوكيت دي. فعشان كده الانزيم يتميز بخاصية اسمها ايه؟ الاكتيف سايت. يعني ايه الاكتيف سايت؟ ان بيكون فوق الانزيم بيكون حاجة اسمها بوكيت. البوكيت دي مش اي حاجة ترتبط بالبوكيت، لازم تكون حاجة ايه؟
سبيشال مخصصة للإنزيم ده. يبقى انت efficiency أو الكفاءة إن الإنزيمات عبارة عن محفزات للتفاعل catalyzed reaction بتكون ايه highly efficient. يعني ايه؟ يعني عالية الكفاءة، كفء. الإنزيمات دي بتبقى ايه؟ كفء. وكمان بتعمل ايه؟ بتعمل على تسريع التفاعل، يعني بتخلي الوقت اللي انا بتطلب للتفاعل بيكون ماله؟ بيكون اسرع عن التفاعل اللي ما فيهوش انزيمات. يبقى انت يعني انت لو عندك تفاعلين، تفاعل فيه انزيم والتفاعل التاني ما فيهوش انزيم، التفاعل اللي فيه انزيم ده هيكون اسرع. يعني ايه اسرع؟ يعني هياخد وقت اقل. لكن التفاعل اللي ما فيهوش انزيم ده هيكون الوقت بتاعه كتير، هياخد وقت اطول. فعشان كده الانزيمات مالها efficiency. يعني ايه efficiency؟ يعني بتخلي التفاعل بتاع الانزيم التايم بتاعه ماله؟ اسرع عن التفاعل اللي ما فيهوش ان كاتاليزد رياكشن، عن التفاعل اللي ما فيهوش محفز. طيب بعد كده الهولو انزيم والابو انزيم دي بقسمها على حسب ارتباطها بالبروتين كومبوننت، يعني مكونات البروتين. قالك الهولو انزيم ده بيكون اكتف لما يرتبط بالبروتين. يبقى الهولو انزيم ده ماله؟ اكتف. ليه اكتف؟ لان هو اتاتشد، يعني مرتبط بالنون بروتين كومبوننت، بمكونات البروتين. لكن الابو انزيم، الابو ده ماله؟ ان اكتف، يعني غير نشط. طب ليه؟ لان هو نون اتاتشد، مش مرتبط بالنون بروتين كومبوننت. يبقى تاني الهولو انزيم والابو انزيم والفرق ما بينهم. الهولو انزيم بيكون ماله؟ اكتف. ليه؟ لانه مرتبط بالنون بروتين كومبوننت. انما الابو انزيم بيكون ان اكتف، يعني غير نشط. ليه؟ لان هو نون اتاتشد مع النون بروتين كومبوننت. الريجوليشن يعني التنظيم، ان الانزيمات اكتيفيتي، تفاعل الانزيم بيكون ريجوليتد، يعني منظم بزيادة او النقصان، بحيث ان هو يكون استجابة لتكوين التفاعلات او تكوين المنتجات على حسب احتياج الخلية. يعني هو بينظم التفاعل على حسب احتياج الخلية. طيب اللوكيشن بتاع الخلية او اللوكيشن وزن ان ذا سيل، قالك ان معظم الانزيمات او الكثير من الانزيمات بتكون لوكيتد، يعني بتكون موقعها فين؟ ان سبيسيفيك اورجانيلز، يعني موجودة في عضيات محددة او مخصصة، زي مثلا الانزيمات الموجودة في اللايسوسوم، او الانزيمات مثلا موجودة في الميتوكوندريا وهكذا. ده بيجعلها ايه؟ ان هي بتاع ايزوليت للرياكشن برودكت من اذر كومبيتنج رياكشن. يعني هي كمان بيقول ان هو اللوكيشن وزين ان ذا سيل ده بيوفر لها بيئة مناسبة للتفاعل. كمان بيساعد على تنظيم مئات من الانزيمات بتكون جوه الخلية. طيب اعرف عنوان بس ان اللوكيشن وزين ذا سيل ده من ضمن مين؟ البروبرتيز بتاعة الانزيمات، من خصائص مين؟ الانزيمات. طيب السبيشافيسيتي اللي هي ان هي بتكون الانزيمات دي بتكون محددة او مخصصة، بمعنى ان الانزيم ده بيبقى هايلي سبيسيفيك. يعني ايه؟ يعني مخصص او عالي التخصص في التفاعل. كمان ان هو بيختار السبستريت، المادة الفعالة. يعني هو كمان مخصص لدرجة ان هو بيختار المادة الفعالة اللي هو عايزها او اللي هي بتليق على الانزيم ده. زي قلنا اللي هو السايت الاكتيف سايت اللي هو فوق ده، ان الانزيمات مش بترتبط باي حاجة، لازم يكون الاكتيف سايت اللي هي بترتبط او اللي هي هرتبط معاه، يعني يكون ملائم للبوكيت او الجيب بتاع الانزيم. طيب كمان بيقول لي ان السبيسيفيسيتي دي make it possible for several enzyme ان هو يخش to coexist للخلية without interfering، بدون ما يرتبط بالتفاعل. يبقى خاصية السبيسيفيسيتي بتجعل ايه؟ بتجعل الانزيم ان هو قادر على انه يخش جوه coexist جوه الخلية بدون ما يحصل له ايه؟ بدون ما يدخل interfering في تفاعل جوه الخلية. طيب من امثلة السبيسيفيسيتي دي السبستريت سبيسيفيسيتي والرياكشن سبيسيفيسيتي والستيريو سبيسيفيسيتي. يبقى لو قالك مثلا من امثلة السبيسيفيسيتي هتقول له سبستريت ورياكشن وستيرو.
وان خاصية سبيشافيستي بتجعل الانزيم ان هو يخش كو اوكزايت جوه الخلية وزاوت بدون ما يحصل له ايه، بدون ما يدخل انترفيرنج في تفاعل. طيب بعد كده بيقول لي العوامل اللي بتأثر على فيلوسيتي، سرعة الانزيمات جوه التفاعل. زي ايه مثلا الحاجات اللي بتأثر على سرعة التفاعل او على سرعة التفاعل الانزيم؟ يعني سبستريت كونسنتريشن، وانزيم كونسنتريشن، وبرودكت كونسنتريشن، والبي اتش، والتمبريتشر، والتايم، والفيزيكال ايجنت، والانهبيتورز، والاكتيفيتورز. يا رب صلوا على النبي. سبستريت كونسنتريشن يعني تركيز المادة الفعالة. سبستريت دي معناها المادة الفعالة. زي فيلوسيتي، سرعة التفاعل بتحصل ايه؟ انكريز مع سبستريت از increased، يعني سبستريت كونسنتريشن اللي هو مين؟ تركيز المادة الفعالة، المادة الفعالة. وهنا الفيلوسيتي السي، كل ما انا ازود المادة الفعالة كل ما يحصل ايه للفيلوسيتي بتزيد، ولكن مش هتزيد على طول، هتزيد لحد معين، هتزيد لحد معين. طيب بعد كده بيقول لي الانزيم كونسنتريشن يعني تركيز الانزيم. قال لك ان الفيلوسيتي السرعه بتتناسب طردي دايركتلي بروبوشنال مع وجود الانزيم، ولكن بشرط بحد معين ان ايه؟ بريزنت از لونج از اماونت من السبستريت از نون ليميتنج، يعني ان يكون الماده الفعاله ما تكونش محدوده. ليه؟ تخيل انت لو في مثلا ماده هنا فعاله وانت عمال تحط انزيم، طيب الماده الفعاله دي كانت ايه؟ ما كانتش نون ليميتنج، لا كانت ليميتنج، كانت محدوده. محدوده يعني ايه؟ يعني شويه وهتخلص، شويه والكميه دي هتتعمل كده هتخلص. طيب بالعقل كده لو السبستريت الماده الفعاله خلصت، مهما انت ما تضيف انزيم، هل هيحصل حاجه في التفاعل؟ هل هتحصل حاجه في الفيلوسيتي؟ لا. ليه؟ لان انت اصلا خلصت الماده الفعاله، خلصت السبستريت. يبقى الانزيم كونسنتريشن ان الفيلوسيتي تتناسب طردي مع الانزيم كونسنتريشن، مع تركيز الانزيمات، ولكن ماله؟ بحد معين او بشرط يحصل ايه؟ ان السبستريت بتاعتك الماده الفعاله بتكون نون ليميتنج، يعني مش محدوده، يعني مش شويه وتخلص واحط انا انزيم وملاقيش التفاعل سريع، لا، تكون السبستريت الماده الفعاله مالها نون ليميتنج، غير محدوده، بحيث ان انا كل ما احط انزيم الاقي سبستريت احط عليه فيزيد ماله؟ فيزيد الفيلوسيتي. طيب البي اتش والتمبريتشر، قال لك ان كل انزيم بيحتوي على حاجه اسمها الاوبتيمم بي اتش والاوبتيمم تمبريتشر. دي بتخلي الانزيم يكون في نشاطه ماكسيمم، يعني اعلى نشاط في الانزيم يكون عند الاوبتيمم بي اتش والاوبتيمم تمبريتشر. اقل عن كده او اعلى عن كده من البي اتش او اعلى عن كده من الاوبتيمم بي اتش والاوبتيمم تمبريتشر، الاكتيفيتي بتاع الانزيم مالها؟ هتحصل لها ديكريز، هتقل. يبقى تاني البي اتش والتمبريتشر، قال لك ان كل انزيم بيحتوي على او بيمتلك اوبتيمم بي اتش واوبتيمم تمبريتشر. دي بتخليه الاوبتيمم بي اتش والاوبتيمم تمبريتشر بتخلي الانزيم في حاله مالها؟ النشاط بتاعه في حاله ماكسيمم، في حاله اعلى ما يمكن. فوق البي اتش الاوبتيمم بي اتش وفوق او تحت التمبريتشر بيحصل ايه لنشاط الانزيم؟ بيقل. طيب معظم الانزيمات بتمتلك التمبريتشر بتاعتها او الاوبتيمم تمبريتشر عند درجه حراره الانسان اللي هي 37. طيب بيقول لي بعد كده ان الدراستيك تشينج في البي اتش دي نيشرز في الانزيمات، يعني التغير الحاد في البي اتش بيسبب التغير في البي اتش بيسبب تغير حاد في الانزيمات. طيب بعد كده بيقول لي البرودكت كونسنتريشن يعني تركيز المنتج او تركيز المادة. اكسلريشن للبرودكت اوف رياكشن بتسبب ايه؟ انهبيتورز للانزيمات، ودي مهمة. ان انا كل ما اعمل اكسلريشن يعني ايه؟ اكسيموليشن يعني تراكم، كل ما اعمل تراكم للبرودكت هيحصل ايه؟ لنشاط الانزيم هيحصل له انهبيتورز. يبقى انت مثلا لو عندك هنا البرودكت المنتج بتاعي، كل انا مزود منتج كل انا مزود الماده هيحصل ايه؟ لنشاط الانزيم هيقل، لان انت عمال تراكم المنتجات، تراكم منتجات، تفاعل الانزيم كده هيقل،
كل انا ما ازود البرودكت، تفاعل الانزيم هيحصل له ايه؟ هيقل. علاقة عكسية. طب الانهبيتورز من اسمها دي بتعمل ستوب للانزيم رياكشن، بتعمل ستوب، بتقلل او بتعمل توقيف لتفاعل الانزيم، او بتعمل ديكريز في الريت، في معدل التفاعل بتاع الانزيم. من اسمها انهبيتورز يعني مثبطات او يعني حاجه موقفات بتعمل ستوب للانزيم رياكشن، او بتقلل من معدل التفاعل بتاع الانزيم. على عكسها مين؟ الاكتيفيتورز دي بتعمل ايه؟ بتعمل اكتيفيتي ميني انزيمز، يعني بتعمل تنشيط او تحفيز للانزيمات، معتمدة على الايونز دي، اللي هي الام جي والام ان والزد ان والسي اي والسي يو بوزيتيف 2. بيقول لي في غياب absence للاكتيفيتورز هيحصل ايه للانزيم؟ هيصبح inactive. يبقى الاكتيفيتورز دي بتعمل ايه؟ اكتيفيتي للمين انزيم، يعني بتحفز او بتسرع للانزيمات، من اسمها اكتيفيتورز. في غياب الاكتيفيتورز الانزيم هيصبح ماله؟ inactive. طيب التايم اندر اوبتيمم، يعني تحت الاوبتيمم، تحت ظروف مناسبة من الاوبتيمم تمبريتشر والاوبتيمم بي اتش. الوقت اللي هيتطلب للتفاعل الانزيم ماله؟ هيبقى مينيمم، هيبقى قليل. ما احنا قلنا عندي الاوبتيمم بي اتش والاوبتيمم تمبريتشر، الوقت اللي يتضمن او الوقت الذي يستغرقه التفاعل هيبقى ايه؟ قليل. طيب الفيزيكال ايجنت يعني الحاجات الفيزيائيه دي بتعمل زي مثلا اللايت ريز، اشعه الضوء، دي بتعمل يا اما انهبت يعني بتثبط، او بتعمل اكسلريت يعني بتسرع او بتعجل من تفاعل الانزيمات. مثال عليها السليفري اميليز از انكريز مع الريد اند بلو لايت، انما بيعمل ايه؟ انهبيتورز مع الالترا فايلوت. يبقى الالترا فايلوت بيحصل لها ايه؟ انهبيتورز، انما البلو والريد لايت بيحصل لها انكريز. حتى الالترا فايلوت اشعه ضاره، فدي بتعمل ايه للانزيم؟ بتثبطه، بتعمل تثبيط للتفاعل لتفاعل الانزيم، بتعمل انهبيتس. انما الريد والبلو لايت، اللون الاحمر والازرق، الضوء الاحمر والازرق بيعملوا ايه؟ انكريز. طب نشوف كده الاسئله دي، بس صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الاكسيدو ريدكتيز من ضمن مين؟ كلمه دروب. دي هيدروجينيز، ريدكتيز، اوكسيديز، بيروكسيديز. مين في الاختيارات؟ الاوكسيديز. انما الترانس كاربوكسيليز والكاينيز والترانس امينيز ده كان من ضمن مين؟ ترانس فيريز. الاوكسيديز من ضمن مين؟ الدي هيدروجينيز اللي هي حرف الدي، والاكسيدو ريدكتيز ده من ضمن مين؟ البيروكسيديز اللي هي حرف البي اللي في الاخر. انما دول التلاتة دول كان من تبع مين؟ الترانس فيريز، اللي هي قلنا اي حاجه فيها ترانسفيريز. طيب الترانسفيريز من ضمن مين او تبع من امثلته مين؟ قلنا الكاينيز اللي هي جايه من كلمه كاينيتيك، اللي هي جايه من كلمه حركه او نقل، فدي تبع مين؟ الترانسفيريز. انما الدي هيدروجينيز والريدكتيز والاكسيديز كما تبع كلمه دروب، اللي هي كانت في الاكسيد والريدكتيز. الترانسفيريز مين من امثله الترانسفيريز؟ ترانس امينيز، جايه من اسمها الترانس امينيز، اللي هو بينقل او بيعمل ترانسفير من جروب من مولكيول للتاني. اللاكتيت قلنا اللاكتيت دي هيدروجينيز، اللاكتيت بيتحول لبيروفيت، يبقى ده تبع مين؟ تصنيف الاكسيد الريدكتيز. حتى كلمه لاكتيت دي هيدروجينيز، افتكر ان الدي هيدروجينيز كان من كلمه دروب، اللي هي كانت تبع الاكسيدو ريدكتيز، مش اللايجيز ولا اللايز ولا الهيدروليز. طب جلوكوز 6 فوسفاتيز، قلنا فوسفاتيز يبقى ده تبع مين؟ الهيدروليز، اللي هو التكسير باستخدام الميه، يبقى ده تبع الهيدروليز. طب الالدوليز في حرف ال يبقى ده تبع مين؟ اللايز، ال و ال.
طب جلوكوز 6 فوسفات ايزوميريز، طالما ايزوميريز يبقى ده تبع مين تصنيف الايزوميريز من اسمها، مش الهيدروليز ولا اللايجيز ولا اللايز. طب الجلايتاميت بيتحول ليه جلايتامين، هو جلايتامين بيتحول كان جلايتاميت اتحول ليه جلايتامين، قلنا ده اخر واحد خالص في التصنيف اللي هو اللايجيز او السينسيتيز، سينسيتيز اللي هو يتطلب مين ريكواير ATP. طيب الانزيمات اللي بتعمل على ريموف ازالة لمجموعة الفوسفات يبقى دي مين الفوسفاتيز. انما مين اللي بيخلق الفوسفولايز بيعمل جينيريت يخلق منتج يكون فيه مجموعة الفوسفات جروب، لكن اللي بيعمل ريموف ازالة يبقى ده فوسفاتيز. طيب اللي بيعمل جينيريت يبقى ده ايه فوسفولايز. طيب الانزيمات اللي بتعمل انترا موليكولار ستراكشر ري ارينجمنت، اعاده تهيئه واعاده بناء واعاده تشكيل، ده الايزوميريز بيحول ليه ايزوميرر للتاني. طب الانزيم الانزيم اللي ذات كاتاليز ترانسفير بينقل بيعمل نقل يبقى ترانسفيريز. طب الانزيم اللي بيعمل على الاكسجين بيكون ايه ار انكوربورتد، يعني الانزيم هنا موجود، طالما موجود يبقى اوكسجينيز. لكن لو ار ان اهي نوت ار انكوربورتد يبقى ده ايه اوكسيديز. قلنا الاكسجينيز جاي من كلمه الايه جينيسيس او اللي هي تخليق او جينيز، يبقى ده يبقى ده موجود لو الاكسجينيز، لكن الاكسجينيز موجود. لكن لو نوت انكوربورتد يعني ذره الاكسجين هنا مش موجوده يبقى ده تبع مين الاوكسيديز. طيب بعد كده بيقول لك الانيوميريت للكلاسز بتاعه الانزيمات اللي هو الاوكسيدو ريدكتيز ترانسفيريز لايز ولايجيز وايزوميريز. تمام. طيب بعد كده بيقول لي الفاكتورز اللي عم تأثر على تفاعل سرعة تفاعل الانزيمات اللي هما سبستريت كونسنتريشن وانزيم كونسنتريشن وبرودكت كونسنتريشن، تجمعهم مع بعض. بعد كده قلنا البي اتش والتمبريتشر اللي هو كل انزيم ليه اوبتيمم بي اتش واوبتيمم تمبريتشر، ساعتها بيكون الانزيم ماله في حاله ماكسيمم. بعد كده الانهبيتورز والاكتيفيتورز مع بعض. بعد كده التايم والفيزيكال ايجنت مع بعض. بعد كده بيقول لي الزياده في العامل ده بتعمل ايه انهبيتس تثبيط لنشاط الانزيم. قلنا كل ما يحصل تراكم للبرودكت كونسنتريشن لتركيز المنتج بيحصل ايه تثبيط لنشاط الانزيم، يعني كل ما يحصل فيه تراكم للبرودكت نشاط الانزيم هيحصل له ايه هيقل اكيد، ليه حصل فيه تراكم للبرودكت فيحصل تثبيط لنشاط الانزيم. طيب بيقول بعد كده الفيزيكال ايجنت العوامل الفيزيائيه، في منها انهبيتورز وفي منها اكسلريت، يعني في منها اللي بتعجل بتثبط تفاعل الانزيم، يبقى ده صح. الريد واللايت ده مالهم بيعملوا انكريز لنشاط الانزيم، ده صح. انما مين اللي بيعمل تثبيط كان الالترا فايلوت اللي احنا قلنا عليها ضر، فبتعمل ايه انهبيتس. فالريد والبلو هم اللي بيعملوا انهبيتس، لا ده الالترا فايلوت. الالترا فايلوت هي اللي بتعمل تمام. بتزود لا مش بتزود، احنا قلنا بتقلل لان هي اشعه ضاره. طب الريبوزومات از بروتين انزيم، لا قلنا كل البروتينات عباره عن انزيمات ما عدا الريبوزوم الار ان اي، يعني الريبوزوم الار ان اي والبروتين ما يتجمعوش مع بعض. احنا قلنا الريبوزوم عباره عن ار ان اي انزيم، لكن الريبوزوم مش بروتين. احنا قلنا كل الانزيمات بروتينات ما عدا الريبوزوم الار ان اي فهو مش انزيم. طيب بيقول لي بعد كده البيبسين هيدروليز انزيم. تمام، احنا قلنا الهيدروليز انزيم هما حاجتين الفوسفاتيز وكل الدايجستيف انزيم. فمن ضمن الدايجستيف انزيم اللي هي الانزيمات الهاضمه البيبسين والتريبسين والكيموتريبسين والاميليز وكل ده. طيب الكيموتريبسين من ضمن اللايجيز؟ لا، من ضمن اللايجيز بس اللي هو مين الجلايتاميت او الجلايتامين. لكن الكيموتريبسين ده كان من ضمن الهيدروليز اللي هي كانت تفاعلات او انزيمات هاضمه دايجستيف انزيم. طب الالدوليز قلنا الالدوليز في حرف ال، فده كان من ضمن مين اللايز اللي هو بيعمل ايه فيه بيحول مركب
دبل بوند، مركب فيه دبل بوند. اعرف ان اللايز حاجتين، بيحول مركب ليه دبل بوند، والمثال اللي عليه الالدوليز، الدوليز لايز ال او ال. طيب الانزيم كاتاليزد، يعني الانزيمات عبارة عن محفزات للتفاعل بتكون هايلي efficiency، يعني عالية الكفاءة. الانزيمات لو قالك ان هي عالية الكفاءة وكل حاجة تقول له رجولة يا معلم، عالية الكفاءة وكل حاجة، يبقى ده صح. خاصية ان الانزيمات تبقى متخصصة، جعلت الانزيمات موجود جوه الخلية وزاوت ان يحصل له انترفيرنج داخل التفاعل، ده صح. طيب بيقول لي بعد كده الانزيم اللي هي غلط، efficacy بتجعل الانزيم لا مش موجود، ده الانزيم efficiency، يعني الايه، الانزيم يبقى محدد، او خاصية الانزيم يبقى تخصصي. دي اللي بتجعل الانزيم يخش جوه التفاعل، يخش جوه الخلية بدون ما يحصل له تفاعل. طيب type of enzyme specificity يتضمن مين؟ السبستريت والرياكشن والستيرو، ده صح. type of enzyme specificity يتضمن السبستريت والرياكشن، هي نفس السؤال بس اجابته المفروض تكون صح. طيب الانزيم اللي بيسمى ابو انزيم، الابو انزيم ده احنا قلنا ان هو inactive. طيب بيقول لي ان هو اكتف، لا ده غلط، ده الهولو انزيم. الهولو انزيم ده بيكون اكتف لانه بيرتبط بالنون بروتين كومبوننت، ده صح. طب الانزيم اللي يسمى ابو انزيم ده بيكون inactive عشان هو مش بيرتبط بالكومبوننت بتاعه البروتين، دي اجابه صح. وبس كده، ما تنساش اننا في شهر رجب وده من الاشهر الحرم، ما تنساش انك تدعي في الشهر ده كتير جدا. واسيب لك فيديو كده حلو جدا من قناة وعي عن الدعاء.